شارع الصحراء المغربية. اسم الشارع ليس بإحدى مدن المملكة المغربية، بل هو شارع بإحدى مدن المملكة العربية السعودية. فقد ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن المملكة أطلقت اسم الصحراء المغربية على أحد شوارع العاصمة الرياض، وقد جاء هذا في خطوة تأكيدية على الموقف الثابت للمملكة المؤمن بعدالة قضية المغاربة الأولى، والداعم القوي لوجهة النظر المغربية في حل هذا النزاع المفتعل من الجزائر. وتعتبر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الملك المحبوب لدى المغاربة من أشد الداعمين والمؤيدين لقضايا المغرب في المحافل الدولية، وخاصة قضية الصحراء المغربية. وكان آخر تلك المواقف تدخل المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لتعديل أو سحب مسودة القرار التي قدمتها أمريكا إلى مجلس الأمن الدولي، والتي تقتضي توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو التدخل الذي انتهى إلى سحب مسودة القرار تلك.